عملت الكيك على عين البوتاجاز من فوق والنتيجة حلوة قوي واحلى كمان من لما بتتعمل في الفرن ومن غير بيض كمان. تعالوا ما اقولكم انا عملتها ازاي. جبت هنا معلقة كبيرة من النسكافيه، حطيتهم في كوباية وهنزل اول حاجة بكوباية مية مغلية من الكاتل زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هدوبهم مع بعض. بعد ما دوبتها كده هبدأ بقى ان انا اجيب المكونات بقى الجافة واضيفهم على الدقيق. هضيف بقى هنا كوباية من السكر وكوباية ونص من الدقيق وربع كوباية كاكاو خام. بس طبعا هقلب السكر الاول في الدقيق، بعد كده هضيف الكاكاو بالشكل ده واقلبهم. يعني هنحط المكونات الجافة مع بعض ونقلبهم. بعد كده هروح ضايفة رشة فانيليا خام، لو ما عندكيش فانيليا خام هتحطي ظرف فانيليا. وبعد كده هقلب واخلطهم مع بعض. هضيف كوباية النسكافيه اللي دوبتها واقلب، وبعد كده هنزل بتلت كوب من الزيت واقلب. طبعا المية احنا هنحتاج ربع كوباية ومعلقة كبيرة كمان من المية على الكوباية اللي احنا ضفناها دي عشان الخليط يبقى مظبوط معانا. بعدين انا ضفت هنا معلقة كبيرة من الخل، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الكربوناتو، وبعدين هروح ضايفة معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. انا كتبت لكم المقادير تحت بعض علشان تبقوا معارفين المقادير بتاعتكم. المقادير دي مظبوطة جدا، محدش يضيف عليها حاجة. دي كده معلقة البيكنج باودر الممسوحة، وهقلبهم بقى كده في اتجاه واحد بالشكل ده. طبعا مقاس الصينية 23 او 24. مدة السوا بتاع الكيكة 26 دقيقة بالظبط. بنجيب غطا نفس مقاس الصينية بتاعتك بالظبط، يبقى ايه قافل الصينية ما يبقاش فيه فتحات. دهنت هنا الصينية زيت ودهنت الحروف بتاعتها. بعد كده نزلت بخليط الكيكة زي ما انتم شايفين كده، وهروح حاطة الشياطة بتاعت الرز على عين البوتاجاز ومخليه النار هادية، وهروح حاطة الصينية بعد ما اغطيها بالغطا بتاع الحلة او اي غطا بقى مناسب للصينية. ده شكلها كده وهغطيها كده اهو. لازم الغطا يكون بالشكل ده زي ما قلتلكم، وهروح حطاها على البوتاجاز ومفتحهاش خالص لحد 26 دقيقة. بعد كده هروح مختبراها بسكينة، النار تبقى بالشكل ده كده. انا حبيت اوريكم بالتفصيل يعني. وده شكل الكيكة اهو بعد ما استوت. تمام. هغطيها واسيبها بقى لما تهدى خالص. بعد كده هشربها اهو. ده شكلها، معلش الكاميرا ما كانتش مظبوطة. ده الشكل بتاعها كده. طبعا هي كده مستوية اهي ما شاء الله. انا بوريكم. هسيبها تهدى بقى، وبعد كده هجيب اللبن بتاعي بقى، ربع كوباية من اللبن، واروح سقياها كده واسيبها بقى ايه تشرب اللبن. طبعا الوش بتاعها ممكن تعملي شوكولاتة سايحة، او ممكن تخفي شوية نوتيلا بمعلقة سمنة او زبدة، او بشوية لبن صغيرين وتروحي مشربة الوش بتاعها. هي كده خلاص بردت اهي. هقطعها وهوريلكم شكلها بعد ما اقطعها. وده شكل الكيكة بعد ما قطعتها. حلوة قوي وهشة ومن غير بقى لا بيض ولا اي حاجة، وبجد يعني رهيبة في التقديم. ولادك هيحبوها خالص يعني. يا رب تكون طريقتي لعمل كيكة البوتاجاز عجبتك وتجربيها. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس علشان تتابعيني اول باول. نتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله.